قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، وهذا حديث صحيح في رواية الأولى. والرواية الأخرى فيها بعض الضعف، لأن رواية رجل قال عمر مولى غفرة، أما معناه فهو متفق عليه من جهة القدر. وهذا الحديث حديث عظيم، وقد شرح العلم وبسطوه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس كان غلاما صغيرا، وقال: يا غلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان له 13 عاما رضي الله عنه. يا غلام، ناداه بهذا النداء: إني أعلمك كلمات، حتى يستحضر قلبه، ما أوصاه مباشرة، لا، حتى يجمع قلبه ويجمع نفسه. إني أعلمك كلمات، يعني كلمات يسيرة لكنها تجمع معاني عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظك. حفظ الله بحفظ حدوده وحقوقه سبحانه وتعالى، بأن يؤدي ما أوجب الله وأن يجتنب ما حرم الله. يحفظك. الحفظ نوعان: حفظ في الدين وحفظ في الدنيا، وأعظمهما الحفظ في الدين. فمن حفظ الله حفظه، الجزاء من جنس العمل. من حفظ الله بأن أدى حقوقه واجتهد بذلك حفظه في دينه، ثبته على دينه، لم يزل في ازدياد. اهدنا الصراط المستقيم. احفظ الله تجده تجاهك، والله تجده أمامك. وهذا هو الواجب، أن يجعل كتاب الله أمامه وإمامه. من جعل كتاب الله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخه إلى النار. كتاب الله شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. إن ربي على صراط مستقيم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين له مسألة عظيمة: إذا سألت فاسأل الله، واسألوا الله من فضله، إن الله يحب أن يسأل. من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس حينما يسألون يغضبون. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عند الناس يحبك الناس. والله يحب أن يسأل، وخزائنه في قول كن سبحانه وتعالى. يحب من عباده يلح عليه وأن يسألوه، ولا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا أن العبد يطرح مسألته وحاجته بالله، صغرت أم كبرت، يجتهد مهما كان، يجتهد أن يكون سؤاله لله ومسألته لله، في طعامه، في شرابه، في ملبسه، في كل أمره، يجتهد في ذلك. ومن صدق في سؤاله كفاه الله ما أهمه. ولهذا يؤثر عن السلف رحمة الله عليهم قصص عجيبة، وهي في حياتنا وفي أحوالنا غريبة. لم يكونوا يسأل الناس شيئا، بل ربما خلا بيت أحدهم وصار صفرا من الطعام، لكن عنده يقين بالله عز وجل، فلا يلبث
أن يكون الفرج والسعة على قدر الصبر واليقين فيأتيه الفرج. عند أحمد بإسناد جيد أن رجلا في من كان قبلنا يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام سافر في سفر ثم رجع وكانت حال أهله شديدة، رجع إلى بيته متعب شديد التعب جائع عليه أثر السفر، فرجع إلى بيته فقال لزوجته كانت في حال الله يعلمها وصبيانها يتضاغون لا يجدون طعاما، فقال ابغيني طعاما فقد أنهكني السفر. فقالت نعم آتيك، ما أرادت تقول ما عندنا شيء، توه جاء من السفر، ما طاوعتها نفسها أن تقول ليس عندنا شيء، لكن ليقينها بالله وصدقها بالله صبرت، فقالت آتيك به ترجو ما عند الله. ثم لما ألح عليها قامت إلى الفرن ووضعت فيه أحجار وغطته، ثم أوقدت النار على الأحجار توهمه أنها تريد لعله ينام من أثر السفر فيأتي الله بالخير أو تذهب من هنا أو من هنا تريد. فكلما مضى وقت قال إن كان عندك شيء أعطيني، قالت نعم أعطيك، قليلا قليلا ينضج الطعام. فقالت في نفسها أقوم إليه إلى فرنها، وكان عندها رحى تضع فيه الحب، فقامت إليه ففتحته هكذا تعلله، فلما فتحته فإذا هو قد امتلأ جنوبا وضأنا كلها شواء، وإذا الرحى يطحن حبا يدور، فأخذته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته لم يزل يطحن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر جيد رواه أحمد أن امرأة خرجت في غزو مع القوم تخدمهم، فرجعت وكان لها أعنز 12 ولها صيصية مخيط تخيط بها تعمل، فلما رجعت فقدت واحدة من أعنزها وفقدت الصيصية هذه التي تخيط بها، ثم قالت لما رأتها قالت يا ربي إنك قد ضمنت لعبدك أن تحفظه في أهله إذا خرج مجاهدا في سبيل الله. قال فرجعت إليها فرأت أعنزها كاملة ومعها مثلها، ورأت الصيصية ومعها مثلها. قال فجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فصار يدل على تلك المرأة ويقول سألها بما وقع لها. فهذا بحسن الظن، والله عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عند أحمد فزيادة أنا عند ظن عبدي بي في الصحيحين، عند أحمد فليظن بي ما شاء. في اللفظ الآخر أيضا إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وعند الترمذي حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. كان إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله أصابته شدة، صاحب غريب الحديث رحمه الله، إمام كبير توفي سنة 85 و200 رحمه الله، ولقي الإمام أحمد، وكان في مرة أصابه شدة هو وزوجه، وكان عنده جاريتان صغيرتان، فاشتد عليه الأمر، فقالت زوجه ابغي لنا طعاما أنا وأنت نصبر لكن هاتين الجاريتين. قال لا تخاف، ها هنا 12,000 كان عنده كتب، ها هنا 12,000 جزء، إذا احتجت تبيعين الواحد بدرهم، فمن عنده 12 درهم لا شيء، يعني بعد ذلك لو أنه حصل له ما حصل يعني ومات. ويقول نحن نصبر ونصبرهم. فبينما هو كذلك وكان في دهليز بيته رحمه الله يطالع عنده السراج ويقرأ في دهليز بيته يراجع، فطرق الباب عليه رجل فقال له قبل أن يفتح أطفئ السراج أطفئ السراج. فلما أطفأ السراج وفتح الباب وضع منديلا عنده وصرة رمى بها ثم خرج الرجل ما يريد أن يعرفه، فأضاء السراج فرأى المنديل قد جمع أصنافا كثيرة من الطعام،
ورأى الصرة فإذا فيها 500 درهم، لا درهم، قال درهم أو دينار، فأخذها رحمه الله وأخذ المنديل فطعم هو أهله وابنتاه، وأخذ هذا المال وأوفى به ما عليه من الدين. فلما أصبح وكان عند بابه يطالع ويراجع، إذ برجل جاء على فرس ينادي: أين إبراهيم الحربي؟ قال: أنا. فإذا عليه عدلان حملان مليئان من هنا ومن هنا، مليء بالدراهم، الذي يراهما يظنه حب أو طحين أو كذا. فقال: فأنزل الحملين فيه الدراهم الكثيرة الحمر الدنانير. قال: من أين هذا؟ قال: بعث بها رجل من خراسان إليك. قال: من هو؟ قال: حلف علي ألا أخبر به. من الذي ساق هذا الرجل من خراسان إلى بغداد؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالله عند حسن ظن عبده، فأسأله سبحانه وتعالى يرزقني يكون حسن الظن منه وكرمه. وهذا الحديث حديث عظيم. وفي الجملة الأخيرة منه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك شيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا في بيان القدر، وأن القدر قد فرغ منه، وأن الأمر في القدر كما في حديث ابن مسعود: فرغ الله أو بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. في حديث أبي الدرداء عند ابن حبان: فرغ الله إلى عبد من 5 من أجله ورزقه وعمله وأثره ومضجعه. وفي هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر من الأصول التي يجب اعتقادها، وأنه لا يصح إيمانه إلا به، كما قال ابن عمر لأولئك القوم الذين نفوا القدر: قد رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى أن القلم إذا رفع وضع فإنه يجف كتاب، إشارة إلى أنه قد فرغ منه، وأن الله سبحانه وتعالى بعدما علم، وأنه سبحانه وتعالى علمها وهو سبحانه وتعالى كتبها قبل ذلك. وكما تقدم أنها تقع على وفق ما يقضيه سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن مشيئته شيء سبحانه وتعالى. أما اللفظ الآخر تقدم الإشارة إليه وأنه في ضعف، لكن معناه في الرواية المتقدمة في الوصية لابن عباس: أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا شيخنا، ونفعنا الله بك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.